3 علامات يا صاحبي لو ظهروا ببيتك يبقى بيتك مسحور. أول حاجة يا صاحبي قلة الرزق في البيت ده وعدم البركة في البيت ده، حتى لو البيت كله شغال. يعني انت لو أهل بيتك كلهم بيشتغلوا وبيجيبوا فلوس مش هتحس ببركة الفلوس دي نهائيا. يعني بتحس الفلوس دي يا صاحبي انها بطير طير ومش بتقعد. الحاجة التانية يا صاحبي وهي المشاكل بدون سبب. تلاقي مرة واحدة كده يا صاحبي البيت مرة واحدة قامت فيه المشاكل، أختي مثلا اتعاركت مع أخويا، أبويا مثلا اتعارك مع أمي، مرة واحدة المشاكل قامت بدون سبب. ومرة واحدة تلاقي البيت كله نكد ومشاكل ومخنوق ومش قادر تقعد فيه. ودايما بتلاقي امك متضايقه منك وبتقول لك كلام بيخليك تخرج عن شعورك ومش قادر تستحمل. طبعا الكلام ده بدون اي سبب. الحاجه الثالثه يا صاحبي ان تلاقي بيتك عمره ما بيدخل له فرحه، 24 ساعه حزن، نكد وحزن وخنقه وضيق وبص وكل حاجه، مفيش مره كده بتفرح فيها. ولو جت مره وفرحت فيها الفرحه دي بتقلب حزن في وقتها. فتعالى يا صاحبي اقول لك على الحل، بس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هتجيب اول حاجه يا صاحبي جرد الميه، والجرد الميه ده تحط فيه شويه ملح، وبعدين تقرأ فيه الفاتحة 7 مرات، وسورة الزلزلة 7 مرات، وسورة الفيل 7 مرات، وسورة الفلق برضو 7 مرات، وسورة الناس 7 مرات. فبعد ما تقرأ السورة اللي أنا قلت لك عليها دي تغسل بالمية دي البيت كله وتمسحه كده وتروج عليه، وترش شوية مية على عتبة البيت لمدة 7 أيام. وبإذن الله تعالى بعد الحاجات اللي أنت تعملها دي هيرجع للبيت الفرحة والسعادة وكل حاجة، ده بإذن رب العالمين. وبس كده صاحبي، لو أنت استفدت من الفيديو الصغير ده ما تنساش إنك تعمل لايك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتشير الفيديو ده، لان في بعض الناس مش عارفه الحاجات دي، فلك الاجر والثواب. واخر الفيديو صلوا على النبي.